إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع اللقاء الثاني من سيرة أمنا الغالية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الدرس اللي فات زي ما يعني رأينا حال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت المودة والرحمة تملأ هذا البيت المبارك الذي هو كان يسمى مهبط الوحي. وقلنا بكده يعني في الدرس اللي فات يعني بيت أمنا عائشة كان يسمى مهبط الوحي، فبيوتنا احنا يا ترى هيكون اسمها ايه؟ يا ترى فعلا بيوتنا هتكون منار للدعوة الإسلامية أم أنها ستكون بؤرة لمعصية رب البرية سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا جميعا بطاعته وبالدعوة إليه سبحانه وتعالى. برضو نبدأ الدرس بالملحوظة اللي احنا ختمنا بها الدرس المرة اللي فاتت من باب التذكرة. يعني أذكر كل أخت فاضلة، وأنا أعلم أنه لا يوجد بيننا إلا أخوات فاضلات بفضل الله عز وجل، وربنا يحفظهن جميعا. فيعني بنقول برضو الوصية مرة تانية إن بنرجو من كل أخت ملتزمة إن ربنا يحفظها ويثبتها يا رب، إن هي تتألف قلب أي أخت جاية بتبتدي تلتزم. احنا قلنا قبل كده ان اي اخت خد بالك من حاجه، يعني افترض ان اخت النهارده زي ما قلنا لابسه ستريتش او لابسه جيبه او لابسه ده، والحمد لله ربنا شرح صدرها ولبست يعني غطت جسمها، لكنها لم ترتدي الحجاب الشرعي الذي يعني اراده الله عز وجل. اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت نتألف قلبها. والاخت الفاضله الملتزمه تحتضن مثل هذه الاخت وتحببها في دين الله عز وجل عشان قلبها يثبت على الطاعه، وان شاء الله ايمانيتها هتخليها بفضل الله عز وجل واحدة واحدة هتصل إلى بر الأمان. مرة هتلاقي نفسها بتقول طب واللي لابسه خمار أحسن مني في إيه؟ هتلبس خمار. طب واللي لابسه نقاب أحسن مني في إيه؟ هتلبس نقاب. واحدة واحدة. وأي أخت ربنا يحفظها ملتزمة إذا رأت أخت يعني لسه التزامها بسيط تتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالإنسان ما بدأش حياته كلها ملتزم 100%، كلنا ابتدينا خطوة خطوة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعني يثبت أقدامنا على الإيمان. فدي حاجة. وبعدين احنا بنقول حتى لو كانت الأخت جاية ولابسة حجاب بسيط جدا يعني يا دوب مغطية جسمها، أنا بقول هذه الأخت إن شاء الله فيها خير كتير جدا. ولو ما كانش فيها خير ما كانتش جت بيت ربنا، صح ولا لا؟ يعني لو ما كانش فيها خير كانت راحت أي مكان، كانت راحت صالة الديسكو وراحت هنا راحت هنا، لكن بفضل الله عز وجل نتيجة الإيمان اللي في قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى جاية الحمد لله إلى بيت الله عز وجل تستمع درسا وتصلي وتسجد بين يدي الله عز وجل. مثل هذه تكرم لا تهان، مثل هذه تكرم ولا تهان. دي نقطة مهمة جدا. وبعدين برضو الحتة المهمة جدا إن احنا برضو عايزين نوضح إن بفضل الله عز وجل مسألة التدرج واردة في شرع الله عز وجل. يعني أمنا عائشة ماذا قالت؟ قالت إن أول ما نزل من كتاب الله عز وجل يعني من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار. قالت فلما ثاب الناس إلى دين الله، يعني لما دخل الناس في دين الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ نزل الحلال والحرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. قالت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر. صح لا؟ مسألة التدرج ايه؟ واردة في شرع الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية موقف جميل جدا لعمر بن عبد العزيز بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الإمارة وأصبح أميرا على المؤمنين، ابنه قال له كلمة جميلة قوي، قال له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على أن يأخذوا الدين جملة واحدة؟ إيه اللي بيخليك ما تقولش للناس يلا كل واحد يعمل كل اللي أمر به النبي عليه السلام سواء كان فرائض أو سنن أو نوافل، كل يعمله مرة واحدة؟ فقال عمر بن عبد العزيز يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على دين الله جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. يا بني إن الله عز وجل ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، فإني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. يعني إذا النهاردة ربنا يبارك فيكم كل أخت بقول لها احرصي كل الحرص على أن ربنا يجعل كل أخت بتبتدي تلتزم ربنا يجعلها في ميزان حسناتك،
خذي هذه الأخت واحتضنيها وحاولي تتألفي قلبها عشان ربنا يجعلها في ميزان حسناتك تدخلي بها الجنة. ربنا يعني يكتب لنا ولأخواتنا اللي معنا الآن الجنة، وأن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في جنته ومستقر رحمته. نبدأ مرة تانية مع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كلام عن غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. الحقيقة كان في مواقف جميلة جدا وفي منتهى الجلالة، ولا يعني إيه، كانت تدور بين أمنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم إن النبي عليه السلام مرة خرج، فلما خرج غارت أمنا عائشة، ظنت أنه رايح لزوجة أخرى، فغارت أمنا عائشة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها على تلك الحالة فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ قالت: أجل يا رسول الله، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. يعني هو اللي زيك يا رسول الله الواحدة ما تغيرش عليه إزاي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ هو الشيطان بتاعك حضر ولا إيه؟ فقالت: أو عندي شيطان؟ يعني أو معي شيطان؟ هو أنا معي شيطان؟ فقال: أجل. شوف بقى أدب أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت: ومع كل إنسان شيطان؟ قال: أجل. قالت: ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت ممكن تجيبها له تاني مرة تقول له إيه؟ أنا معايا شيطان؟ يقول لها: أيوه. وأنت كمان معاك؟ فشوفوا أمنا عائشة عملت إيه؟ قالت: ومع كل إنسان شيطان. شوف الأدب. قال: أجل. فلما اطمأنت إلى كل ده من أقوى ألفاظ العموم، يبقى كل الناس معاهم شياطين. فقالت: ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل، ولكن الله عز وجل قد أعانني عليه فأسلم. حديث تاني برضو رواية قريبة من هذه الرواية أيضا رواها مسلم، إن النبي عليه السلام كان في يوم أمنا عائشة كان نايم معها، وبالليل كده اتسحب النبي عليه السلام وقام بالراحة كده عشان ما يقلقهاش، وخرج إلى مقابر البقيع. فلما وصل إلى هناك قامت أمنا عائشة قالت إيه؟ ففتح الباب، النبي عليه السلام فتح الباب رويدا ثم خرج رويدا. كل حاجة كان إيه؟ بالراحة كده عشان ما يقلقهاش. يعني بعض الأزواج ربنا يعافينا فيك يعني إيه؟ يعني أسلوبه مع زوجه بيبقى صعب شوية، وده نتعلم الأدب والذوق من النبي عليه السلام. شوف النبي عليه السلام قام إيه؟ خرج، قام رويدا وفتح الباب رويدا. بعض الأزواج ممكن عشان يقوم بالليل مثلا يشرب كوباية مية ولا يشرب شاي، يقوم قايم مخبط ومرزع ومكسر كوبايتين ورامي الصواني عشان يصحيها. فأول ما تصحى أنت قلقتي، لا طب يعني كوباية شاي ربنا يبارك فيك. طب ما انت مش لازم يعني تكسر العمارة كلها عشان طب ما تقولها عايزة كوباية شاي. وطبعا الرحمة مطلوبة، يعني مش يجي الواحد يصحي الزوجة، لأن الواحد بيسمع حاجات يعني مقاس والله، واحد يصحي زوجته الساعة 2 بالليل عشان تشرب كوباية شاي. طب ما تعملها لنفسك، ايه المشكلة؟ يعني انت مش هتخس حاجة، ومن باب الرحمة والرفق بالزوجة مش لازم تكلفها هذا، لأن طول النهار هي تعبانة. فحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، سيرة أمنا عائشة بتدي الإنسان انتعاش كده وهو بيتكلم عنها. فالمهم إيه؟ فخرج النبي عليه السلام رويدا. فقالت: فتبعته، مشيت وراه، ده من حبها طبعا للنبي عليه السلام وغيرتها على النبي عليه السلام، فمشيت وراه، فضلت وراه لحد ما وصل إلى أهل البقيع. وأول ما وقف شوية كده ونظر إلى السماء ثم توجه بالدعاء ثم رجع، فهي إيه؟ قامت سابقاه ورجعت إيه؟ دخلت البيت. المهم دخلت وغطت نفسها، فدخل النبي عليه السلام فوجد إيه؟ صدرها يعلو، يعني إيه؟ بتنهك تعبانة. فقال: ما لك يا عائش؟ أحش ربيع؟ عندك أزمة صدرية كده؟ قالت له: لا يا رسول الله. قال لها: إما تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، يا تقولي لي يا إما ربنا هيخبرني. فأمنا عائشة تقول له إيه؟ أو كل شيء نفعله يا رسول الله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وده درس برضه لإيه؟ للناس اللي ما بتعذرش بالجهل، الناس اللي عياذا بالله أي واحد يعمل حاجة غلط يقوم إيه؟ عياذا بالله مكفر، يقول لك ده كذا، لا غلط، ده درس مهم جدا. النهارده مثلا أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النهارده هديك مثال، لو ان احنا لقينا واحد النهارده بيتمسح بقبر من قبور الصالحين او الاولياء او غير ذلك، ماشي، عمال بيتمسح ومدد يا فلان ومدد يا ست ومدد يا، واخد بالك، هذا الانسان نكفره؟ طبعا لا. عارف ليه؟ لانه اكيد ممكن يكون جاهل، بل في الغالب بيكون جاهل. طب نعمل ايه؟ نلقي عليه الحجه، نقوم ماسكينه كده وفاعينه بوكس ونقول له ايه اللي بتعمله ده؟ مش هيجي كده، لا ده احنا نخش عليه السلام عليكم وعليكم السلام، واقعد دردش معاه كده، ويا ريت لو معاك عطر كده يعني تديله كده وتطبطب عليه، ويا حاج ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني اعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى. ونبيك صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واذا اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيا عم الحاج ربنا يحفظنا ويحفظك، يعني الأولياء وإن كانوا فوق راسنا وربنا يحفظ الجميع وربنا يرحم جميع موتى المسلمين، إلا إن ما حدش ينفعك إلا عملك.
وتدي له الأمثلة كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما ألف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. بل قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك النفع لنفسه، فكيف يملك ولي وهو أقل من النبي؟ كيف يملك النفع لنفسه أو لغيره؟ وتبتدي كده تعلمه وتلقى عليه الحجة، يقول لك والله ده أنا بس كل ما في الأمر ده أنا بتبارك بس. طب يا عم الحاج لو بتتبارك اتبارك بقى بإيه؟ بعملك الصالح وبتقربك إيه من سنة النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. واسأل ربنا إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتبتدي تعلمه. بعد ما علمته ألقيت عليه الحجة. لو فعل الفعل بعد ذلك تعنتا بعد هذا العلم فهذا الفعل يعتبر الفعل إيه؟ كفر عياذا بالله، صح ولا لا؟ إنما قبل ذلك في عذر بالجهل. والدليل على ذلك أمنا عائشة. وهي مين أمنا عائشة؟ أعلم زوجات النبي عليه السلام، الفقيهة الربانية التي ملأت الدنيا علما وملأت الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض من ذلك أول ما قالت النبي عليه السلام: أو كل شيء نفعله يعلمه الله. الله يعني أنت ما أنتش عارفة؟ لا ما أعرفش. فده ومع ذلك النبي عليه السلام ما قالش إيه؟ أنت كفرت، أنت بتنكري علم الله عز وجل. أبدا. قال: أجل يا عائشة يعلمه الله عز وجل. فشوف أمنا عائشة بقى وذكائها، فقالت له: يا رسول الله لقد كنت أنا التي إيه أمشي خلفك. يعني اعترفت له إن هي كانت ماشية إيه وراه. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في صدرها وقال: أخشيت يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت خايفة أن ربنا يظلمك أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يظلمك؟ ده مش ممكن أبدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربها ما ضربهاش على وشها ليه؟ لأن في نهي عن ضرب الوجه. الوجه ده مجال التكريم. ليه؟ لأن الوجه هو الذي يسجد لله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن نضرب الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب القدوة والأسوة هنا، يقول لك ما تضربش الوجه. والدليل على ذلك إن هو نفسه ما ضربش الوجه، ضربها في صدرها. تضرب في الدراع، تضرب في الرجل، في أي منطقة، إنما ما تضربش إيه في الوجه. والأفضل إنك ما تضربش خالص. فالمهم فلهزها النبي عليه الصلاة والسلام ضربة في صدرها. فلما لهزها وعلمت بقى النبي عليه الصلاة والسلام غضب وزعل، فماذا صنعت؟ فقالت: فأين كنت يا رسول الله؟ قال: إن جبريل قد أتاني وقد أخبرني أن الله عز وجل يأمرني أن أذهب لأهل البقيع لأستغفر لهم. تقوم تعمل أمنا عائشة. شوفوا الذكاء. عايزين إخواتنا النهاردة يتعلموا الدرس ده، درس مهم جدا. فقالت: فماذا أقول يا رسول الله؟ لو أنا رحت بقى عند المقابر فماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. غيرت الموضوع من مكان لمكان أو من حاجة لحاجة لسبب إيه هو؟ عرفت النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فتعمل إيه؟ لازم تحول الحديث. وده درس لأي امرأة النهاردة زوجها زعلان من أمر معين. طب طالما زعلان من أمر معين ما تجيش تركز بقى على الموضوع. أنا قلت لك لازم نتكلم في الموضوع ده، واكتر من مره بقول لك ان انا طب خلاص ستي انا اسف خلاص الموضوع عدى. لا ما عداش، لازم نقعد نتناقش. لا عدي يعني فوتي المسائل دي وما تركزيش على مساله واحده الزوج غضبان عليها. اول ما تلاقي الزوج غضبان من حاجه حولي الحديث لحاجه تانية خالص. زعلان مثلا من انك انت مثلا خرجتي من غير اذن، فيعني ازاي خرجت وازاي عملت وشاف ايه؟ حاضر ان شاء الله مش هعمل كده تاني، الا قول لي بقى انت عملت ايه النهارده في الشغل؟ طب قريت الورد بتاع القران النهارده ان شاء الله بتاعك؟ طب النهارده قلت اذكار الصباح والمساء؟ فالزوجه الذكيه تحول ايه؟ تحول الموضوع من موضوع لموضوع لما تلاقي الزوج ايه؟ زعلان من حاجه. المهم برضه موقف جميل تاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند النسائي بسند صحيح ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصحفه فيها طعام. كان الكلام ده كان امتى؟ كان في يوم عائشه، كان في اليوم اللي كانت النبي عليه السلام كان عند مين؟ عند امنا عائشه. فلما كان في هذا اليوم ايه اللي حصل؟ زوجة من زوجات النبي عليه السلام كان طبيخها حلو جدا، وكانت ما شاء الله ممتازه ومعروفه ان هي احسن واحده تطبخ. ففي يوم امنا عائشه، طبعا امنا عائشه اقل منها في مهاره ايه؟ الطبخ. فعملت ايه الزوجه دي؟ قامت بعت اكل ما شاء الله في نفس اليوم وبعتته للنبي عليه السلام. اول ما وصل الاكل مين اللي استقبل الاكل ده؟ طبعا امنا عائشه. والصحابه كانوا جالسين مع النبي عليه السلام جوه البيت. فاول ما امنا عائشه مسكت الطعام لقت الجاريه بتقول لها منين ده؟ قالت لها من عند فلانه الفلانيه زوجه من زوجات النبي عليه السلام. فاول ما وصل الصحن في ايدها عملت نفسها انها مش واخده بالها، وراحت ايه؟ دباه في الارض وكسرها 60 حته. فاول ما حصل الموضوع ده فالنبي عليه السلام بص كده وابتسم. شوف النبي عليه السلام بقى بيعالج الموضوع ازاي عشان نتعلم. المسائل كلها مش محتاجه شد يا اخوانا. يعني في ازواج على اقل حاجه يعمل مشكله. لو الموضوع ده حصل في بيتك وانت راجل بسيط هتعمل ايه؟ وناس قاعدين حواليك ضيوف عندك، طبعا هتزعل جدا وممكن تتضايق وممكن يحصل فيها ايه؟ مشاكل. بل انك طب تخيل لو انت بقى راجل مدير عام وليك مركز، ايه اللي يحصل؟ ممكن يبقى فيها طلقه دي، صح ولا؟ طب لو انت بقى يعني زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا اي حاجه، لا دي الثلاث طلقات يخلصوا في القعده دي، صح ولا؟
فلا، شوف بقى النبي عليه السلام، اتعلم من النبي عليه السلام، مش كل حاجة ندقق عليها. كما قال الأعرابي: إن خير الرجال الفطن المتغافل. ولو تذكر في حديث أم زرع لما واحدة بتقول إيه: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. يعني هو داخل عامل زي الفهد. الفهد أنت عارف ما شاء الله شارد دماغه مطنش، يعني واخد بالك، يعني لقى فريسة عجبته يجري وراها، ما عجبتوش مش أكنه مش شايفها. إنما الأسد ما بيفوتش حاجة. فهي بتقول لما بيخش البيت بيعمل نفسه مش واخد باله، لو لقى عيوب، كوبايه مش مكانها، صحن مش مغسول، الانتريه مش متظبط، مش مشكله، اعمل نفسك مش واخد بالك، لكن ما تطنش على طول طبعا. لكن في بعض الاشياء ما تستاهلش يعني ان احنا نعمل مشاكل عليها. فالنبي عليه السلام لما لقى المساله بسيطه جدا، يعني صحن اتكسر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه: غارت امكم. طب ليه ما قالش غارت زوجتي؟ عشان يفكرهم، خدوا بالكم ده امكم، اوعى حد يسيء الظن بيها ولا يقول كلمه وحشه عليها. غارت امكم. فقالها مرتين ثم أخذ الصحفة ولمها بنفسه. شوف البساطة النبي عليه السلام. ورغم ذلك قام لمم الصحفة دي وراح حطتها جوه، وخد صحفة بدلها وحطها مع الجارية، قال لها رديها للزوجة الثانية، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة. مش محتاجة، صح ولا لا؟ إنما كان ممكن يبقى فيه طبعا مشاكل، لكن النبي عليه السلام ما يعملش كده صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم غيرة كانت بين أمنا عائشة وبين مين؟ وبين خديجة رضي الله عنها وارضاها. كانت فعلا أمنا عائشة كانت تغار جدا من أمنا خديجة رغم أنها ميتة. قالت أمنا عائشة والحديث في الصحيحين، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيرتي من خديجة وما رأيتها، لكن النبي عليه السلام كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان إذا ذبح الشاة كان يقطعها ويخرج ما فيها إلى أصدقاء خديجة. فقلت له في يوم من الأيام: كأنه لم يكن في النساء إلا خديجة، يعني أنت ما اتجوزتش أبدا إلا خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إنها كانت وكانت وكانت، ويذكر مناقب أمنا خديجة: وكان لي منها الولد. في الرواية الثانية كان النبي عليه الصلاة والسلام عند صحيح مسلم يقول: إني قد رزقت حبها. كأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر حبه لأمنا خديجة كان رزقا ساقه الله عز وجل إليه. تعالوا نشوف قدر أمنا عائشة برضو عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تصلي. حديث رواه مسلم. في يوم من الأيام أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حسوا فعلا بمكانة أمنا عائشة كل يوم عمالة تزداد عند النبي عليه السلام، فقالوا: لا، عايزين بقى نحط الموضوع ده يعني موقف كده. فعملوا فأرسلوا إليه أغلى واحدة عندهم، من؟ فاطمة عليه السلام. فأرسلوا فاطمة إلى النبي عليه السلام، فدخلت على النبي عليه السلام وكان مع أمنا عائشة. فأول ما دخلت فقالت: إن أزواجك أرسلني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي هي مين؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فأمنا عائشة سكتت، قالت: أنا ما اتكلمتش خالص. فقال لها النبي عليه السلام بيقول مين؟ فاطمة رضي الله عنها. قال: يا فاطمة، ألست تحبين ما أحب؟ أنت مش بتحب الحاجة اللي أنا بحبها؟ قالت: أجل يا رسول الله. قال: فأحب هذه فإني أحبها صلى الله عليه وسلم. شوف ما كانت أمنا عائشة قد إيه. فطبعا فاطمة أول ما سمعت هتقول بعد كده؟ خرجت فاطمة من عند أمنا عائشة ولم تتكلم. أول ما وصلت لأزواج النبي عليه السلام قالت لهم: قلت له كذا وقال لي كذا. قالوا لها: لا، ما أغنيت عنا شيئا، أنت ما عملتش حاجة. لا، ارجعوا وقولوا له تاني إنهن يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلوا إليه مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. أمنا عائشة بتقول وكانت هي التي تساميني من أزواج النبي عليه السلام. هي دي اللي كانت معايا كده يعني أعلى مكانة عند رسول الله بعد أمنا عائشة كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. قالت عائشة رغم أنها بتحكي الموضوع دوت، والموضوع ده فيه خناقة دارت ما بين أمنا عائشة وما بين أمنا زينب، ورغم ذلك شوف أمنا عائشة بتصدق هذا الكلام، بتقول وقالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم للصدقة. تخيل، يعني تخيل، بتقول أنا حصل خناقة بيني وبينها لكن ما شفتش أفضل من زينب بنت جحش. شوف العدل بقى. شوف النهارده لما بيحصل خلاف بين أخ وأخيه أو بين أخت وأختها، شوف ممكن كلام يطلع عياذا بالله لا ده إنسان كذا أو ده إنسان كذا، وعياذا بالله يعني نخوض في أعراض بعض. لا يا أخي، شوف العدل دي بتقول أنا ما شفتش واحدة أفضل منها أبدا. المهم قالت: فدخلت زينب بنت جحش فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم زينب بنت جحش لما لقت النبي عليه الصلاة والسلام سكت، فراحت نالت من أمنا عائشة يعني كلمتين كده شداد، طبعا عياذا بالله مش شتايم ولا بتاع، لا كلمتين شداد. فأمنا عائشة تعمل شوف الزوجة بقى الذكية، برضه عايزين نعلم الأخت. فالزوجة ذكية، شوف عملت فقعدت تبص لمين؟ لحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قعدت تبص للنبي عليه الصلاة والسلام كده بطرف العين، يا ترى هو هيأذن لي ان انا يعني ادب برضه معاها كده واقول كلمتين انا كمان، ولا مش هيأذن؟ قالت: فنظرت اليه فلما احسست
أنه لا يكره أن أقول مثل ما قالت. قالت فنلت منها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. ما بتفوتش حقها أبدا. فشوف المواقف الجميلة التي كانت تدور بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان كلهم فعلا بلا استثناء يعني كنا لا يردن شيئا من حطام الدنيا. والدليل على ذلك قصة جميلة جدا دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، والحديث في الصحيحين، أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر بن الخطاب، سأله فبيقول له يعني من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر رضي الله عنه وارضاه وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم ساق له عمر بن الخطاب قصة جميلة جدا. إيه القصة دي؟ قال له أنا ورجل من الأنصار كنا بنتناوب النزول على النبي عليه السلام، كانوا بيرعوا الأغنام، فرجل مع سيدنا عمر بيقول له أنت تنزل يوم للنبي عليه السلام وتقعد معاه وأنا أنزل يوم. وده دليل على أن الصحابة كانوا شغالين اهو. يعني بعض الناس يظن انه راح مثلا عشان يبقى طالب علم ولا يبقى داعيه، يعني ما لا يشتغل ولا ياكل ولاده ولا ويتفرغ لعلمه بس. لا، المطلوب منك ان انت فعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي روايه ان يضيع من يقوت، اي من ياتيهم بالقوت. واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب وهو من هو؟ عمر بن الخطاب، وعلى الرغم من ذلك كان بيشتغل يوم وينزل النبي عليه السلام يوم. فكان بيقول فلما كنت انا انزل يوم اتعلم النبي عليه السلام وانقل لصاحبي ما تعلمت، وهو ينزل يوم ويتعلم ويرجع يقول لي ما تعلم. بيقول له في يوم من الايام صاحبي ده، وكانوا في الوقت دوت كان ملك غسان، كان مهدد الصحابه بان هو هيغزو على المسلمين في اي وقت. فكانوا قاعدين طبعا بيعملوا حراسات بالليل عشان خايفين لحسن ملك غسان يجي عليهم فجاه ويقضي على الاخضر واليابس. فيعملوا فجاء الرجل وطرق على باب عمر مساء. فاول ما طرق على باب سيدنا عمر، فسيدنا عمر فزع، يعني ايه الخبط الشديد ده؟ فخرج وقال ماذا بك؟ قال شر. قال ما هو؟ أجاء غسان؟ يعني جم وغزوا المدينة المنورة؟ قال شر من ذلك. لا، ده حاجة أشد من كده. طب إيه اللي أشد من كده؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. يا سلام، شوف قد ايه كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيعتبروا ان غزو غسان للمدينة وممكن يقضي على المسلمين ويقتل النساء أو يسبي النساء ويقتل الأطفال ويأخذ الأموال ويقتل الرجال، كل ده ما يسويش حاجة جنب ان النبي عليه السلام يزعل ويطلق نساء. شوف قد ايه كل ده ما يسويش حاجه في زعل النبي. يا ترى احنا نقدر نحب النبي عليه الصلاه والسلام الدرجه دي؟ ده في غزوه احد يا اخوه، سبحان الله، كان وهم راجعين من غزوه احد مروا على امراه من بني دينار. هذه المراه قتل اخوها وابوها وزوجها وابنها، الاربعه اتقتلوا. فلما جاءوا فقالوا لها قتل اخوك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها قتل ابوك. قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل زوجك. قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل ابنك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها هو بخير. فأرادت المرأة أن تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا حتى أرى. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة تهون طالما أنت سليم خلاص مش مشكلة. شوف دي حبهم للنبي عليه السلام. فشوف فقال له قال له طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. عمر بن الخطاب كان في الوقت ده بيقول بيقول كنا أهل قريش، كنا طبعا عندنا سطوة وقوة كده وعزة ومناعة، يعني واخد بالك ما فيش واحدة من النساء كانت تقدر تفتح عينها في زوجها. قال أما لما نزلنا إلى المدينة وجدنا نساء الأنصار يغلبن رجالهم. قال فلما جاء نساؤنا إلى المدينة طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال فصحت على امرأة مرة، يعني بيزعل زوجته سيدنا عمر. قال فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، أنت بتراجعيني في الكلام اللي أنا بقوله. فقالت وما تنكر علي إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن بل ويهجرنه الليل كله إلى اليوم التالي. قال لها معقولة نساء النبي عليه بيعملوا معاك كده؟ قالت له والله. وحفصة بنتي بتعمل كده؟ قالت له أيوه. فذهب عمر يعني مفزوعا، ازاي يعملوا كده مع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا حفصة أتراجع إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له أجل. وتهجره إلى الصباح؟ قالت أجل. فقال ألا تخافين يا بني أن يغضب الله عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا بنيتي لا تسألي رسول الله شيئا ولا تستكثري عليه وسليني ما شئت. اللي انت عايزاه يا بنتي اطلبيه مني انا، اوعي تستكثري على النبي عليه السلام. النبي عليه السلام شايل هموم الأمة كلها. شوفوا ادي الحمى العاقل. شوف سيدنا عمر بيقول لها اوعي تسألي أي شيء، اللي انت عايزاه يا بنتي اطلبه مني انا ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. المهم سيدنا عمر لما عرف هذا الأمر
فطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد اعتزل وجلس في مشربة له، وبيقول لقيت بقى ايه حفصة قاعدة بتبكي. ايه يا حفصة أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أعلم، أنا مش عارفة، هو اعتزلنا بس لكن ما أعرفش. فخرج عمر فوجد الصحابة جالسين حوالين المنبر وعمالين بيبكوا حزنا على ايه؟ على زعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة واستأذنت الغلام الذي كان يقف أمام المشربة، فقلت له استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن له فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما اتكلمش. فرجع الغلام وقال ذكرتك له فلم يرد. فلم يرد دي مش معناها ايه السكوت علامة الرضا، لا، لم يرد يعني كان في حالة متضايق فمش عايز يأذن لحد. فسيدنا عمر استأذن مرة ثانية فلم يرد، المرة الثالثة استأذن فلم يرد. فلما أراد عمر أن ينصرف ناداه الغلام قال يا عمر ذكرتك له فأذن لك. فدخل سيدنا عمر، أول ما دخل على النبي عليه السلام قال له، عايز بقى طبعا يفرج عن النبي عليه السلام، حاسس انه مهموم فعايز يفرج عن النبي عليه السلام. فقال له يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فقال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي عليه السلام، فهذه بداية. ثم قال له عمر لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها يا حفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جارتك ليه مين؟ عائشة. وشوف الكلمة الحلوة، الإنسان بينتقل الألفاظ، قال لها جارتك، ما قالهاش إيه ضرتك، قال لها جارتك، واخد بالك؟ عشان برضو يعني إيه، يعني شوف الإنسان ينتقي أجمل الألفاظ في أي موضع. فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلست وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع عليك وعلى أمتك، فإن كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت على حصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ثم قال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فتبسم عمر رضي الله عنه وارضاه. الموقف اللي عايزين نقف، أو النقطة اللي عايزين نقف معاها في هذه النقطة هي شوف سيدنا عمر أدخل البسمة على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ 3 مرات اهو. يعني النهارده إن شاء الله الأخت اللي هتلبس حجابها النهارده إن شاء الله وتلبس أختين كمان يبقى دخلت البسمة على النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ 3 مرات برضه، صح لا؟ فأملنا في الله سبحانه وتعالى كبير إن شاء الله أخت النهارده جديدة تلتزم تلبس حجابها، ولما تلبس حجابها يعني تاخد 2 كده في ميزان حسناتها عشان تدخل البسمة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقاه على الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حوضي مسيرة الشهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام اعتزل نساءه شهرا كاملا. جه في اليوم أو ليلة 29 راح داخل على أمنا عائشة، فتبسمت أمنا عائشة فقالت له يا رسول الله لقد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا كاملا وقد مضى 29 يوما أعدها يوما يوما. شوف الحب بقى النبي عليه السلام، شوف حب الزوجة لزوجها، بتعد الدقيقة أو اللحظة اللي بيفارقها فيها زوجها صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني مضى 29، ده مش معناه ان هي مش عايزاه يدخل، لا، بس هي بتتعجب ان هي خايفه ان هو عشان يكون نسي. فقال اجل والشهر 29، وكان فعلا الشهر ده ساعتها ايه 29 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية التخيير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من عائشة وقال لها إني أريد أن أعرض عليك أمرا ولا تتعجلي حتى تستأمري أبويك، خذي رأي أبوك وأمك قبل ما تقولي رأيك. فقالت يا رسول الله قد علمت يقينا أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة أولا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تختار دي ولا دي؟ فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكل أزواجه اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يا ترى لو اتعرضت علينا إحنا الآن سواء إخوة أو أخوات، لو اتعرضت علينا بقى زخارف الدنيا ومتاع الدنيا، السيارة والعمارة والمنصب والصيت والوظيفة والزوجة الجميلة والأولاد وكل ده، لكن إن كان في يعني سيأتي كل ذلك بمعصية الله عز وجل وليس عن طريق أراده الله عز وجل، يا ترى هل نختار متاع الدنيا الزائل ولا نختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ لأن في مواقف كتيرة يا إخوة فعلا بيحتار الإنسان، هل هيختار الدين ولا الدنيا؟
كتير جدا من الشباب يقول لك والله أنا عايز أشتغل في وظيفة معينة، لكن في الوظيفة دي بيقولوا لي ممنوع تصلي الظهر أو العصر عشان ما نعطلش الشغل. يا ترى أختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا أختار الوظيفة وما حدش لاقي؟ أقول له لا، تختار الله ورسوله والدار الآخرة، والوظيفة ربنا هيعوضك أفضل منها بفضل الله عز وجل، ولا خير في عمل يلهي الإنسان عن واجبات الدين وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ودي حقيقة والله. سبحان الله. أذكر قصة لبعض الشباب، الكلام ده كان إمتى؟ كان سنة حوالي 90. شباب كانوا طالعين يعني يتفسحوا يوم كده، فمروا على مدينة السويس، فدخلوا صلوا الفجر، فوجدوا إمام صوته جميل كده، فبعد ما صلى فاستدار فرأى وجوه كده غريبة، يعني أول مرة يشوفها، دول مش معاه في الفجر على طول، لقى 20 أخ. فقال لهم طبعا أنتم مش من هنا؟ قالوا لا مش من هنا. فقال لهم منين؟ قالوا احنا من القاهرة ورايحين نقضي يوم في العين السخنة، يعني الحمد لله ما فيش، يعني في اليوم ده ما فيش اختلاط ولا بتاع، نقضي يوم كده على البحر راجعين. فقال لهم طيب إن شاء الله تفطروا معايا. لا ما نقدرش. قال لهم والله لا تفطروا معايا. فبعت واحد جاب من البيت عنده ما شاء الله افطار، وقعد بقى يحكي لهم شغلته يعني وقصته. قال لهم أنا كنت قبطان على سفينة بتاعة ركاب بتسافر كل دول العالم. فبيقول كنت أنا طبعا أنا اللي قائد السفينة ديت، وكان السفينة ديت كان فيها حمام سباحة، والنساء بتنزل عريانة، وكان في خمور بتقدم، وكان في معاصي كتيرة جدا جدا. بيقول في مرة من المرات ست القيادة وظابط اللي معايا الاحتياطي يعني، قلت له يعني سوق بدالي عقبال ما ايه يعني اتمشى شويه في السفينة. بيتمشى فلقى الخمور والنساء العريانة وده وده، فقال سبحان الله أنا اللي بقود كل الفساد ده. خد بالك شوف ربنا لما يلقي الهداية في قلب العبد، قال أنا اللي بقود كل الفساد ده، والله لما أرجع لازم أقدم استقالتي. فرجع. فبتقدم استقالتك ازاي؟ ده وظيفة ما يحلمش بأي إنسان، ده أنت عبال ما توصل الوظيفة دي تكلفت آلاف الجنيهات بل آلاف الدولارات. فقال مش مشكلة، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. شاء المولى عز وجل إن هو ساب الوظيفة دي وقدم استقالته ومشي. فعايز بقى يشتغل. يوم أخين أفاضل عندهم الحمد لله مال، قالوا تعالى عندنا محل بتاع أدوات مش عارف إيه كده، هنشتغل وأنت تبقى شريكنا الثالث بلا أي يعني إيه مشاركة، لا تدفع أبيض ولا أي حاجة، وهتبقى شريكنا احنا يعني المحل ده من رأس مالنا، وانت تخش معانا يا دوب تقف تبيع وتشتري، وتبقى انت شريكنا في الربح، التلت والتلت كل واحد ايه ياخد التلت. فاشتغل معاهم سنة. بيقول اشتغلت معاهم سنة، وبعد سنة الاثنين سابوا له المحل هدية منهم له. بيقول المحل فيه بضايع تعدي النص مليون جنيه. الكلام ده كان سنة 90. شوف قد ايه. فبيقول بفضل الله عز وجل بيأتيني ربح يومي، الكلام سنة 90، بيقول بيأتيني ربح يومي ما بيقلش عن 200 جنيه وانا قاعد اقرأ القرآن واتعلم سنة سيد الانام صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، ولا بد للعبد ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام. يبقى اي حاجة امر دين امر دنيا يبقى لابد ان تؤثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر دليل يدلك على ان فعلا زوجات النبي عليه السلام حينما عرض النبي عليه السلام عليهن آية التخيير فعلا انهن يردن الله ورسوله والدار الاخره، العيشه اللي كانوا عايشينها مع النبي عليه السلام. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. شوف عيشه الزهد اللي كانوا عايشينها. شوف امنا عائشه رضي الله عنها بتقول ايه، والحديث في الصحيحين، قالت والله يا ابن اختي، بتقول لمين؟ لعروه ابن الزبير ابن اختها اسماء، قالت والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل يعني النبي عليه السلام هو أفضل يعني سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله، وبيوته ال9 ما فيهمش طبيخ بيطبخ لمدة شهرين كاملين، ولا في حتى أي حاجة بيسخنها في البيت، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أمنا عائشة بتقول إيه، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى خبز. خبز الشعير ده يعني ده أقل حاجة، يعني أردأ أنواع الأكل، ورغم ذلك بتقول ما شبع آل محمد، مش بتقول أنا بس، لا ده كل أزواجه ولا بناته. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. وفي الصحيحين قالت أمنا عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ما فيش في بيتي حاجة تتاكل إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده صغيرين، حطهم في رف كده في البيت. قالت فأكلت منهم حتى طال علي فكلته ففني. شوية الشعير دولت النبي عليه السلام سابهم لها في البيت ومات النبي عليه السلام مثلا. لسه طبعا جايين الموت، قصة موت النبي عليه السلام في الدرس الجاي إن شاء الله. شوفوا كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس الجاي إن شاء الله مهم، يعني تقف على كل لحظة من لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام بعد ما مات ساب لأمنا عائشة شوية شعير كده حطهم في رف. بتقول كنت كل يوم اخد منه واطبخ واكل وخلاص ما فيش مشكلة. قعد عندها الشعير ده شهور طويلة جدا،
قالت فلما طال العهد أخذت فكلت وزنت ففني. ده معناها إيه؟ معناها أنه كان الأول كانت البركة حلت فيه، لما قعدت بقى توزني وتعملي ضاعت البركة من هذا الشعير. وعند أحمد بسند صحيح امرأة من الأنصار دخلت بيت النبي عليه السلام عند أمنا عائشة، فوجدت فراش النبي. فراش النبي كان عامل زي يا إخوة، عبارة عن عباية متنية نصين بس. هو ده فراش حبيبك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فراش حبيبك صلى الله عليه وسلم عباية متنية نصين. قالت فلما رأت امرأة من الأنصار من نساء الأنصار هذا، قامت رايحة البيت على طول وجابت إيه؟ فراش حشوه الصوف، فراش كده جميل كده، خد بالك. بالنسبة لهم ده طبعا كان أرقى يعني ما وصل عليه إليه العلم الحديث في عهد النبي عليه السلام والصحابة. طبعا كانوا عايشين حياة يعني كلها زهد. فلما جاء النبي عليه السلام قال من أرسل هذا؟ قالت امرأة من الأنصار. فقال رديه. فأمنا عائشة عملت إيه؟ قالت ما ردتوش. فسألها النبي عليه السلام 3 مرات قال رديه، في المرة الثالثة راحت ردته. وده درس برضه لكل زوج، إن ممكن زوجتك تأمرها بأمر معين، تقول لها اعملي كذا أو ما تعمليش كذا. طب هي أخرت الأمر، ما قامتش الدنيا بقى. أهو النبي عليه السلام قال لها رديه، قالت فما ردت، ما ردتوش. يعني ما سمعتش كلام النبي عليه السلام من أول مرة. ليه؟ قالت لأني كنت أحب أن يكون ذلك في بيتي، كنت حبيت إن الفراش ده يكون إيه؟ يكون في بيتي. فالنبي عليه السلام لم ينكر عليه، قال لها رديه مرة ثانية، ما ردتوش برضه. في المرة الثالثة قال لها رديه فردته. خدت بالك؟ يبقى الإنسان لما يجي مثلا يتعامل مع زوجته ما يتعاملش بقى لأنه إيه؟ وحش كاسر. يقول لك لازم أكون يعني أبو السباع في البيت، وخد بالك، وأكون مكشر كده، وأول ما أقولها اعملي كذا يبقى لازم إيه؟ تنفذ. ما نفذتش يبقى معنى كده إن أنا بقى مانيش راجل. لا، ده مش قدح في رجولتك. أنت لما تؤمرها بأمر معلش ممكن تكون نسيت، ممكن تكون عايزة تناقشك في الموضوع، سيبها تناقشك. خد بالك الأوامر دي ما تبقاش كده إيه؟ يعني ما تبقاش من فولاذ، لا، الأمر فيه أخذ ورد، ويعني لابد أن يكون إنسان لين مع أهل بيته. والنبي عليه السلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها في المرة الثالثة رديه يا عائشة ردته. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة والذي بعثني بالحق لو أردت أن يجري الله عز وجل معي جبال الذهب والفضة لكان. يعني لو أردت أن ربنا يجري معايا جبال الذهب والفضة معايا لكان ذلك لكان ذلك سيحدث إذا طلبت من الله عز وجل ذلك. كانت أمنا عائشة كانت كريمة جدا، كان عمره ما يجي لها أي فلوس إلا ما تتصدق بهذا المال كله. يعني حتى بعد وفاة النبي عليه السلام كان يحصل حاجة غريبة جدا. سيدنا معاوية أرسل إلى أمنا عائشة 100,000 درهم. تخيل شوف المبلغ قد إيه، 100,000 درهم. قسمتهم أمنا عائشة في يوم واحد، في يوم واحد قسمت 100,000 درهم، وكانت في اليوم دوت صايمة. تخيل. فالجارية بتقول لها يا أمنا أما تركت لنا درهمين حتى نأتي بالطعام؟ قالت لها أمنا عائشة إيه؟ لو ذكرتيني لفعلت. يعني شوف لدرجة إنها ناسية إنها صايمة، بتقول لها لو فكرتيني بالموضوع ده كنت شلت درهمين، مع إنها قسمت قد إيه؟ 100,000 درهم. بنقول للأخت النهاردة أو للأخ اللي خايف إن هو يتصدق أو يدفع أي شيء علشان يعني يكرم اليتامى المسلمين أو يتصدق على الفقراء والأرامل، بنقول ما تخافوش، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقسم على أن المال لا ينقص أبدا، كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهم، وقلما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء أقسم عليه النبي قال ما نقص مال من صدقة. والنبي عليه السلام يقول كما عند البخاري فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، شق تمرة ممكن ينقذك من النار، ممكن بفضل الله عز وجل. ليه؟ الدليل على كده حديث أيضا في البخاري، النبي عليه السلام ليه إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، يعني بما يوازي تمرة بس بشرط من كسب طيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها وينميها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة اللي هو إيه؟ المهر الصغير، حتى تكون كالجبل. حتة التمرة الصغيرة دي اللي انت بتستهتر بيها، يعني انت ممكن لما اجيب كيلو تمر ممكن تاكل 3/4 كيلو والربع الباقي مش عاجبك فبترميه. ممكن تمرايه من دولة تكون سبب في نجاتك من عذاب الله، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقعة جميلة جدا بمناسبة التمر، أمنا عائشة كما في الصحيحين بتقول في يوم من الأيام عدت عليها امرأة فقيرة جدا فسألتني الطعام، بتقول لي أي حاجة بس أكلها. فقالت أمنا عائشة فبحثت فما وجدت في بيتي غير تمرة واحدة. تخيل أمنا عائشة بيتها وهي زوجة مين؟ زوجة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بيتها كله من أول لآخر ما فيهوش غير إيه؟ تمرة واحدة. طب يعني تمرة واحدة بس اللي موجودة في بيت أمنا عائشة، كانت ممكن تقول لها يعني والله أنا ما عنديش غير تمراية أديها لك يعني وأقعد جعانة. يعني لو أي إنسانة كانت تعمل كده، لكن مش أمنا عائشة اللي تعمل كده. فأعطت التمرة لتلك المرأة. فلما مشيت تلك المرأة وجدتها أمنا عائشة تقسم التمرة بين ابنتيها، معها بنتين صغيرين، فرحت مقسمة التمراية دي نص وديت نص،
فلما دخل النبي عليه السلام حدثته أمنا عائشة بما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في رواية مسلم إن أمنا عائشة دخلت عليها امرأة تانية فطلبت منها طعاما، فأمنا عائشة كان عندها 3 تمرات فادتها ال3، فالمرأة كانت معاها بنتين، ادت البنت دي تمراية والبنت دي تمراية وخدت هي تمراية. البنتين ما شاء الله كانوا يعني ما شاء الله كلوا التمراية بسرعة وبصوا للتمراية اللي في ايدين مين؟ أمهم. فأول ما بصوا لها هي لسه بتطلع التمراية على بقها، فبصت لقت ولادها بناتها عايزين التمراية، فقسمتها ما بينهم، ادت دي نص وادت دي نص وحرمت نفسها. أعجب أمنا عائشة ذلك، فلما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بسبب إيه؟ التمراية اللي قسمتها بين بناتها الاثنين. تعالوا نشوف عبادة أمنا عائشة بس بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة كما قال عروة كانت تسرد الصوم، كانت تصوم على طول. ووضح ذلك القاسم فقال: إن أمنا عائشة كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا في يوم أضحى أو في يوم فطر. وفي يوم من الأيام قال: غدوت عليها، بيعد عليها كده وهو خارج، اللي هو عروة ابن أختها، بيقول: وأنا معد عليها كنت أحب وأنا خارج كنت أحب أعد على أمنا إيه؟ عائشة. قال: فمررت عليها يوما فوجدتها قائمة تسبح وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وجدتها قائمة تسبح يعني تصلي. قال: فكانت تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وتردد تلك الآية. قال: فقمت حتى مللت، أنا فضلت واقف عايز أسلم عليها قبل ما أمشي، فوقفت حتى مللت، مش عايز أتخلص. قال: فذهبت إلى السوق ثم رجعت إلى أمنا عائشة فوجدتها تصلي وتردد نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. دي هدية لكل أخت ولكل أخ ما بيصلوش قيام الليل. أهي أمنا عائشة ما شاء الله عمالة بتصلي بالليل وبالنهار وتصوم ما شاء الله وتسرد الصوم رضي الله عنها وارضاها، لأنها تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محتاجين ان احنا النهارده ما نشغلش نسائنا بالأكل والشرب. كتير جدا من الإخوة والرجال يعني بيشغل زوجته بالأكل والشرب بس، يعني دي مشكلة كبيرة جدا. يعني تبقى الزوجة يا عيني نفسها تتفرغ للعبادة، للصلاة، لقراءة القرآن، الزوج طالب منها ان كل وجبة لازم يبقى ايه؟ اصناف معينه، فطار يبقى كذا، الغداء يبقى كذا، العشاء يبقى كذا. علم الله سبحانه وتعالى، والله يا اخوه والله يعني لا اقصد عايزا بالله ان ازكي نفسي، لكن عمري في حياتي ما اذكر ان طلبت من زوجتي اكل معين. تاكل ايه؟ اللي اكل اللي تحضريه اي حاجه، المهم يكون في اكل وخلاص. اي لقمه هاكلها وانتهت المشكله. لان المفروض ان احنا اصحاب رساله واصحاب قضيه وهم، مش هم كله بطني، لا، همك كله ان تعبد ربك عز وجل وان تبلغ رساله نبيك صلى الله عليه وسلم. هو ده همك. امال همك ايه؟ همك ان الاكل يبقى كذا والغداء يبقى كذا والعشاء يبقى كذا، ولو ما كانش الاكل يبقى بالمواصفات اللي انت طالبها، ممكن الزوجه المسكينه تطلق. لا، مش هو ده همنا يا اخوه، مش هو ده همنا. فالزوجه يعني مسكينه، يعني يا دوب تجهز الفطار، واول ما تقدم له الفطار تخش تجهز الغداء، كان الغداء تخش تجهز العشاء، خلص العشاء تخش عشان تنام عايزه تستريح. لا، احنا اقل حاجه تكفينا. كانت ربعه العدويه رحمها الله رحمه واسعه، وهي ليست كما كانوا يصورونها، ما كانتش راقصه وبعدين تابت، لا، ما كانش الكلام ده ابدا. واقرا ترجمتها في كتاب ابن الجوزي رحمه الله. كانت عابده لله عز وجل، كانت من النساء الثقات رضي الله عنها وارضاها. فكانت لما تزوجها احمد ابن ابي الحواري، فلما تزوجها قالت له يعني طبعا كانت هي موافقه ان هو يتجوز الثانيه والثالثه وما فيش مشكله، فهو كان متجوز 4، فكانت تعد له الطعام وتقول له: كل يا ولي الله، فما نضج هذا الطعام الا بالتسبيح. يعني هي مش قصدها ان التسبيح هو اللي خلى الايه الطعام ينضج، هي قصدها ايه؟ قصدها يعني بتقول له ان انا اي نعم انا عماله بعمل لك الاكل، لكن وانا بعمل لك الاكل مش مشغوله بالاكل بس، لا، ده انا عماله اطبخ وانا اسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. فالمراه النهارده لا تشغل نفسها باكل وشرب ليل ونهار، واحنا مش لازم نشغل نسائنا بالمنظر ده، لا، ده انت تخرج من بيتك سلم زوجتك شريط، قول لها اجي اسال عليك سمعت الشريط ده ان شاء الله، واقعد اتناقش معاك، لو في حاجه مش فاهمها قولي لي، يعني تمام، ولو انا مش فاهم نسال، ايه المشكله؟ نتعاون، مفيش مشكله ان احنا نملى البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فيعني دي مساله مهمه جدا ان احنا ما نشغلش ازواجنا بالاكل والشرب وبس. نيجي برضو لموقف ثاني لامنا عائشه، بلغ حرصها على طاعه الله عز وجل ان هي كانت تحب ان هي تشارك في الجهاد في سبيل الله. تخيل امراه وتحب ان تشارك في الجهاد في سبيل الله. الحديث في البخاري ان امنا عائشه استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج، جهاد النساء الحج. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم جهاد النساء الحج، وعلى الرغم من ذلك برضه أمنا عائشة برضه لم تكتفي بذلك، قالت برضه عايزة جهاد، فكانت برضه تروح في الغزوات وتحمل القرى بالمية
للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وكانت تداوي الجرحى مع أم سليم رضي الله عنهما جميعا. والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما، يعني الخلخال، تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان في أفواههم، يعني في المكان اللي بيشرب منه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ثم ترجعان فتملآنه مرة أخرى. يبقى برضو كانت أمنا عائشة كانت تشارك بكل ما تستطيع في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نشوف صفحة أخيرة من حيائها قبل أن ننطلق إلى الحديث عن حادثة الإفك التي حدثت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شوف من ضمن الحياة الجميلة اللي حدثت مع أمنا عائشة، من ضمن الحاجات الجميلة التي حدثت مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن هي شافت رؤية. الرؤية دي ملخصها إن هي شافت 3 أقمار سقطن في حجرها. فلما سقطت الأقمار في حجر أمنا عائشة حكت الرؤية دي لمين؟ لأبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما حكت له هذه الرؤية قال لها أبو بكر: لئن صدقت رؤيتك فإنه سيدفن في بيتك 3 من خير أهل الأرض، وهل هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات فين؟ في غرفة أمنا عائشة، فدفن في غرفة أمنا عائشة. ولما مات أبو بكر دفن فين؟ برضه في غرفة أمنا عائشة. ولما مات عمر دفن أيضا في غرفة أمنا عائشة، بعدما استأذن أمنا عائشة كانت هي عاملة حسابها إن هي تدفن في المكان دوت. فلما طلب عمر بن الخطاب أن يدفن في نفس المكان آثرته أمنا عائشة على نفسها، فدفن عمر بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. في رواية جميلة جدا عند الحاكم بإسناد الحسن أن أمنا عائشة قالت: كنت أدخل البيت لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فقالت كانت بتخلع ملابسها في البيت. ليه؟ اللي مدفون مين؟ النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر، فكانت يعني تستحمل رغم أنهم مدفونين تحت الأرض، واخد بالك؟ قالت: فلما دفن عمر كنت أدخل ولا أتكشف أبدا حياء من عمر. نهدي هذه الرسالة لأخواتنا عشان يتعلموا الحياء من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق. الحقيقة دي أهم نقطة في الدرس بتاعنا النهاردة، حديث الإفك الذي دار بسبب الشرور التي كانت تتطاير من المنافقين. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق، ونفوس المنافقين كانت تزداد شوقا يوما بعد يوم لأن يوجهوا ضربة قاصمة للمسلمين. فضلوا يفكروا إزاي يأذوا النبي عليه السلام وإزاي يأذوا الصحابة، ماذا يصنعون؟ فاتهمت أمنا عائشة في عرضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتشوفوا كمية المحن، ده درس مهم جدا. كمية المحن التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كميات عجيبة جدا، من أجل أن نعلم كيف صبر النبي عليه السلام، ومن أجل أن نتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله، في كل أفعال رسول الله. ما قال الله عز وجل: ما قد كان لكم في حلم رسول الله، ولا في علم رسول الله، ولا في صبر رسول الله، ولا في أخلاق رسول الله. كل حاجة من الرسول عليه السلام لنا فيها الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام يؤذى وتدبر له المؤامرات تلو المؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم، ويقتل عمه حمزة، ويعذب أصحابه ويهاجره، ويموت أولاده قبل ذلك، ويحاصر 3 سنوات في شعب أبي طالب، ويموت عم أبو طالب، وتموت زوجته الحبيبة خديجة، ويهاجر ويترك وطنه مكة، ويحارب في دعوته ويتهم في عرضه. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت على دعوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. على كل ده عشان لما إنسان فينا يصاب بأي حاجة يقول أنا مش أفضل من النبي عليه السلام، وهذا هو طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا نشوف قصة الإفك من أولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة هي اللي بتحكي القصة، والقصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قالت أمنا عائشة، وإحنا هنمشي كده جزء مع القصة عشان نعلم كيف كانت هذه المحنة، وكيف أن المحن هي تأتي منها المنح بإذن الله عز وجل. لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، يعمل قرعة بين أزواجه، يشوف مين فيهم اللي هتخرج معه. وشوف ده درس منه برضه نتعلم منه، العدل بين الأزواج، العدل بين الأزواج. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة من الغزوات أقرع بين نسائه، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. أنت عارفين الهودج اللي هو الصندوق اللي بيبقى فوق الجمل. فكانت أمنا طبعا صندوق كله معمول بستاير، المرأة تقعد جواه ما بتبقاش باينة، ما حدش شايفها خالص، فبيكون أستر للمرأة من إن هي تجلس على الجمل أو على الحصان، فجسمها ممكن يبان. فكانت أمنا عائشة تجلس في ذلك الهودج. قالت: فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته.
يعني غزوة بني المصطلق. وهم راجعين من المدينة أراد النبي عليه السلام أن يستريحوا في مكان ما، فآذن الناس بالجلوس فجلسوا. أمنا عائشة في هذا الوقت خرجت لقضاء حاجتها، فلما عادت وجدت الجيش زي ما هو موجودين، فنظرت في صدرها فوجدت العقد اللي كانت لابساه وقع منها، مش عارفة هو راح فين. فرجعت تلتمس العقد بتدور عليه، وهي رايحة تدور على العقد حصل ايه؟ هم مش واخدين بالهم ان هي رجعت تاني. حملوا الهودج ووضعوه على الجمل ومشوا. قالت وكان النساء خفافا في ذلك الوقت لم يحملن اللحم. كان النساء رفيعين جدا لسه ايه؟ ما حملوش اللحم. فكانوا هم شايلين الهودج ما حسوش ان امنا عايشه فين؟ مش جوه، لا بل ظنوا ان هي جوه الهودج، فمشوا وما حسوش ان هي ايه؟ ان هي مش موجوده. قالت اما انا فلما وجدت العقد في نفس المكان ورجعت مرة أخرى وجدت الجيش إيه؟ قد صار مشوا. قالت فجلست في نفس المكان حتى إذا ما افتقدوني رجعوا فوجدوني. ده ذكاء منها برضه رضي الله عنها وارضاها. قالت أقعد في نفس المكان، لما يفقدوني ويحس ان انا مش لاقيني هيرجعوا فين؟ لنفس المكان. قالت فجلست فغلبتني عيني، من شدة التعب ايه يعني حبت ان هي تنام. قالت فنمت. كان سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، كان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان ياتي في مؤخرة الجيش وهم راجعين، قال له خليك في اخر الجيش، ربما مثلا واحد وقع منه حاجة، وقع منه مال، وقع نسي السيف بتاعه، نسي الدرع، نسي اي حاجة، فانت تلم كل الاغراض بتاعتنا اللي من ورانا وبعدين ايه تحصل الجيش. سيدنا صفوان لسه بيمشي ورا الجيش فلا ايه؟ فرأى سواد انسان اللي هو مين؟ امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت وكان صفوان قد رآني قبل نزول آية الحجاب. قال فقمت او ففزعت او فاستيقظت باسترجاع. ايه اللي خلى امنا عائشة صحيت؟ صوت صفوان بن المعطل السلمي وهو بيقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ده استرجاع. فلما سمعت قوله إنا لله وإنا إليه راجعون قامت وخمرت وجهها فقالت فلم يتكلم معي كلمة واحدة. شوف الصحابة، شوف أخلاق الصحابة. امرأة معاه في الصحراء وإن كانت أمه، ولكن على الرغم من ذلك برضه يعني مهما كان، فشوف معاه في الصحراء ولا يراهم أحد إلا الله عز وجل، فما كان منه لم يتكلم معها أي كلمة رضي الله عنه وارضاه. قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فركبت أمنا عائشة وانطلق بها يقودها ولم يتكلم معها أي شيء. فوصل في نحر الظاهرة، وصلوا في النور بقى منور في قرب الظهر كده. فأول ما شافهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه. أول ما شاف المنظر ده قال إيه؟ قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن المعطل وحدهما والله ما سلم منها ولا سلمت منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما وصلت أمنا عائشة قالت فاشتكيت، يعني كانت مريضة وتعبانة، قالت فاشتكيت شهرا كاملا. وكان الناس يخوضون في حديث أو في قول أصحاب الإفك وأنا لا أشعر بشيء من ذلك، أنا مش حاسة بالكلام ده، يعني مش حاسة إن في حد بيتكلم عنها، لكن هي كانت إيه من جواها كده حاسة برضه بريبة. إيه اللي كان محسسها بريبة دي؟ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولكني كان يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اللطف مع الزوجة. أمنا عائشة بتقول كان لطيف جدا النبي عليه السلام في كل أوقات، لكنه كان يزداد لطف النبي عليه السلام مع أمنا عائشة لما كانت تبقى مريضة. وده برضو درس لينا، لما تكون الزوجة سليمة يبقى في رقة بين الزوج للزوجة، ولما تكون مريضة المفروض الرقة دي تزداد. ودليل على ذلك قول أمنا عائشة عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيسلم ويقول كيف تيكم. كيف تيكم؟ تيكم دي ايه؟ اسم إشارة للبعيد، كيف تيكم. فالمهم بقى بتقول يعني أنا ده اللي كان مضايقني، مع ان النبي عليه السلام ما قالهاش كلمة وحشة، لا سبها ولا شتمها ولا أي حاجة. يعني الإنسان لما يعلم عياذا بالله إن زوجته متهمة هذا الاتهام كان ممكن عياذا بالله يقوم يضربها ويشتمها ويسبها ويطردها من البيت، وممكن يروح يتخانق مع نسايب ويعمل يعني حاجات. انما شوف النبي عليه السلام بيعلمنا الدرس العملي للأدب في هذه ايه الأشياء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل على أمنا عائشة يقول كيف تيكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف مرة أخرى. قالت فذاك الذي كان يريبني. المهم تمر الأوقات، بتقول فخرجت بعدما نقهت، يعني لما حست كده بالايه فتره النقاهه، يعني خلاص الحمد لله حست انها ابتدت يعني تشفى بفضل الله عز وجل. قالت فخرجت لقضاء الحاجه مع امراه تسمى ام مصطح. ام مصطح دي كانت قريبه سيدنا ابو بكر. فقالت وكنا لا نخرج الا ليلا. عايزك تركز معايا، المساله مهمه جدا. وكنا لا نخرج الا ايه؟ الا ليلا، وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. كانوا يروحوا ياخذوا حاجاتهم بعيد في الصحراء. قالت فانطلقت انا وام مصطح وابنها اللي هو مصطح بن أثاثة، ده كان من الذين شهدوا بدرا
من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وارضاهم. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح، هم راجعين بقى خلاص، فعثرت أم مصطح في مرتها، اتكعبلت وراحت واقعة، فلما وقعت قالت تعس مصطح. فتعجبت أمنا عائشة وقالت بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا. ايه اللي بتقولي ده؟ مع انه ام مصطح قالت تعس مصطح، لا شتمته ولا سبته ولا قالت اي حاجه. شوف النهارده الكلام اللي عايزا بالله ممكن يتقال بين المسلمين النهارده، ولا حول ولا قوه الا بالله. وشوف حرص امنا عائشه برضه، عايزين في وسط ما بنتكلم شوف الدروس اللي احنا هنستفيدها من هذه القصه. شوف حرص امنا عائشه على رد غيبه رجل مسلم، رجل شهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه احمد بسند صحيح، قال من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار. اي اخ تسمع عنه كلمه وحشه، او اي اخت يا اخت تسمع ان يتقال عنها كلمه وحشه، لابد ان ترد عنها هذا الكلام. من ذب يعني من دافع أو من دفع عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار. فالمهم فقالت له أمنا مصطح، أم مصطح قالت لأمنا عائشة أولم تسمعي ما قال مصطح؟ يعني أنا بقول تعس مصطح ده مش من فراغ، أولم تسمعي يا عائشة ما قاله مصطح؟ فقالت أمنا عائشة وما قال مصطح؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك. طبعا أمنا عائشة قالت فازددت مرضا على مرض. أصعب حاجة في الدنيا والله يا إخوة الإنسان يحس إنه مظلوم، أصعب حاجة في الدنيا ظلم مررته على الإنسان شديدة جدا، وخصوصا لو كان الظلم ده من الأقربين يبقى أعظم، يبقى الألم مضاعف. يعني لو واحد غريب هيظلمك هي مش مقبولة أصلا، والظلم وحش زي ما قلنا، لكن بيزداد الألم لو كان الظلم ده جاي من حد قريب ليك. ولذلك أشد شيء يقع على الإنسان عقوق الوالدين، وده من أظلم الظلم بعد الشرك، من أظلم الظلم بعد الشرك عقوق الوالدين. شوف لما ربنا عز وجل يقول أنشكر لي ولوالديك، يقول ابن عباس معلقا على ذلك ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها من بينها فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة، من بينهم العاق لوالديه. فالمهم فقالت أمنا عائشة فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم علي كالعادة وقال كيف تيكم؟ فقلت له يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي فأمرض هناك؟ تأذن لي أن أروح بيت أهلي؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. أمنا عائشة كانت رايحة هناك ليه؟ عشان بس تسمع الخبر وتستيقن من هذا الكلام من مين؟ من أمها وأبيها. فذهبت، وده درس لكل أخت مسلمة. أمنا عائشة عملت إيه؟ استأذنت من النبي عليه السلام صح لا؟ يعني لما حبت تروح بيت أهلها قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبويا؟ النهارده كتير من الأزواج ربنا يعافينا ويعافيك يجي من بره يلاقي مراته سايبه له جواب. لا، يعني الأخت لازم تستأذن زوجها حتى لو كان في عز عز المشاكل، لا تخرج إلا بإذن زوجها. فالمهم أمنا عائشة ذهبت إلى بيت أبيها وأمها. شوف إيه اللي حصل هناك. أول ما وصلت قالت فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ إيه الكلام اللي الناس بيقولوه؟ فقالت لها يا بني هوني عليك، حبت تهون عليه، يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أي واحدة يا بنتي لما بيكون لها ضرائر يعني ممكن يعملوا أي مؤامرات عليها كده أو يتكلموا عليها. فقالت أمنا عائشة فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا الكلام؟ معقول أنا أتهم في عرضي؟ شوف تخيل لما تكون العفيفة أمنا عائشة الزهرة النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي تتهم في عرضها، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الأمة. شوف الألم. ومين كمان يتهم؟ أبو بكر يتهم في ابنته وهو ثاني اثنين وأفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. شوف الألم وشوف المحنة، موقف صعب جدا يعني يدور في بيت النبوة بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم أبدا. أمنا عائشة بتبكي عشان التهمة. يا ترى احنا لما بنذنب ولا بنقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى او بنعمل حاجه ما ترضيش ربنا، يا ترى احنا كمان بنبكي ولا ما بنبكيش؟ ده امنا عائشه بتبكي مش عشان اذنبت، ده بتبكي عشان اتظلمت. فيا ترى احنا اصحاب قلوب حيه ممكن نبكي علشان بس اذنبنا في حق الله ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ابدا من بينها عين بكت من خشيه الله سبحانه وتعالى. المهم النبي عليه السلام ما خدش الامر كده يعني مسلم طبعا، لا، لان النبي عليه السلام ادرى باهل بيته. النبي عليه السلام يقول ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. النبي عليه السلام عارف أخلاق أمنا عائشة، ده هو اللي مربيها صلى الله عليه وسلم. يعني عقد عليها وعندها 6 سنين، جوزها عندها 9 سنين، متربية في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن تعمل هذا العمل. فالنبي عليه السلام واثق من ذلك، لكن رغم ذلك أخذ النبي بالأسباب برضه، أخذ يسأل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فقال لأسامة بن زيد
يعني ما رأيك في فراق أهلي؟ بياخد رأيه. فقال له أسامة بن زيد: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. دول أهل بيتك وما علمنا إلا خيرا، عمرنا ما شفنا عليها حاجة وحشة أبدا، فيعني ما تفرقهاش. فلما أخذ رأي علي بن أبي طالب قال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله لم يضيق الله عز وجل عليك في النساء، لم يضيق الله عز وجل عليك والنساء سواها كثير. فالمهم قال له: عموما اسأل الجارية اللي هي مع أمنا عائشة أدرى بها. قدم النبي على الجارية ودعاها وسألها، قال لها: أي بريرة، اسمها بريرة. قال: هل رأيت من شيء يريبك؟ شفت حاجة وحشة كده؟ فقالت: لا أبدا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت شيئا يريبني غير أنها جارية حديثة السن لسه صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل ذلك العجين. هو ده بس اللي احنا بنشوفه منها انها ممكن تهمل في العجين شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد على المنبر يريد أن يعذره الناس في عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم اعذروني في اللي أنا هعمله في هذا الرجل، لأنه قال مثل هذا الكلام في أهل بيتي وما علمت علي أهل بيتي إلا خيرا. فقام النبي وصعد على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، عمري ما شفت على زوجتي إلا خيرا. ولقد ذكروا لي رجلا، اللي هو صفوان بن المعطل السلمي، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، عمري ما شفت منه حاجة وحشة. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه، اعمل اللي انت عايزه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. المهم حدث نزاع بين الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا مقتلة عظيمة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم حتى جلسوا جميعا. تقولهم من عائشة فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. زي ما بقول لك الظلم صعب جدا، أصعب لحظة تمر في حياتك، وياما ما فيش حد فينا ما اتظلمش، كل إنسان في الدنيا اتظلم وده مرارة الظلم. قالت أمنا عائشة: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالوا دي خلاص هتموت من كتر البكاء. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، من باب يعني مشاركتها ومؤانستها. قالت: فبينما نحن على ذلك، شوف بقى اللحظات الجميلة اللي جاية دي، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. يا إخوة أمور كتيرة جدا بتحدث في أيامنا ديت، ممكن ناس كتيرة جدا تطلع إشاعة على امرأة إن هي بتعمل كذا أو كذا. لازم تكون في غاية الأدب مع زوجتك حتى لو كنت هتطلقها. يعني كان أحد السلف كان زعلان جدا من زوجته وتعبان منها جدا، فقال له: أي شيء تشتكي منها؟ فقال: إن العاقلة لا يهتك ستر زوجتي. فلما طلقها قال له: خلاص ما بقتش زوجتك، يلا قول لنا بقى أنت متضايق منها في إيه؟ قال: مالي ولزوجة غيري، ما خلاص ما بقتش زوجتي دلوقتي، فمالي ولزوجة غيري. مش النهاردة يا إخوة مجرد إن كلمة تتقال بين أحد المسلمين يروح النهاردة عياذا بالله ويشنع بزوجته وتشنع به عياذا بالله، مع أن يعني هو يعيش في غربة وهي تعيش في غربة، والأصل إن لو حتى كان في فراق فيبقى الفراق بالمعروف، ولا يصل هذا الأمر إلى هذا الحد من المعاملات بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بتقول وإحنا قاعدين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل هدوء وبكل أدب، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبث الوحي شهرا، لا يأتي الوحي النبي عليه السلام شهرا كاملا حتى يبت في هذا الأمر. يعني يقول له النبي عليه السلام، يقول له يعني الوحي ما جاش النبي عليه السلام عشان يقول له إذا كانت أمنا عائشة بريئة ولا مش بريئة، والنبي عليه السلام في حيرة من أمري. ما هو برضه ده أكبر دليل على النبي عليه السلام بشر، خد بالك لا يعلم الغيب، والموضوع دوت يعني أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام. لأن لو كان النبي عليه السلام كما كان المشركون يقولون إن هو كتب هذا القرآن من عندي، لو كان الكلام ده كله من عند النبي عليه السلام ما كان خلص الموضوع، يقول آية ويوصلها للناس تثبت إما براءة أمنا عائشة وإما عدم براءتها ويخلص الموضوع خلاص، صح لا؟ بدل ما يسيب المجتمع كله في الفوران ده لمدة شهر كامل. لكن ده أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام وعلى أن هذا القرآن ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. دخل النبي عليه السلام فسلم على أبي بكر وعلى زوجي وعلى أمنا عائشة، ثم قال: أما بعد. اسمع بقى الكلمات التي تفتت الأكباد. قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا.
شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهاش ده أنت كذا وأنت كذا وأنا لا، إنه قد بلغني، بيقولوا وأنا مش مصدق، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، شوف المنهج النبوي بقى، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب، شوف جعل لها برضو المخرج، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. أدي حلم النبي عليه السلام، وأدي صبر النبي عليه السلام، يعني جعل لها مخرج في الحالتين، بيقول لها لو كنت بريئة عائشة، والحديث ده برضو نلقيه ونهديه لكل أخت مسلمة، التهمة مثل هذه التهمة عياذا بالله، بنقول لها لو حد اتهمك في يوم من الأيام عندك حاجة من الاثنين، لو كنت بريئة كوني على يقين من إن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، اللي هيدافع عنك هو ربنا سبحانه وتعالى، وهتأتي البراءة بإذن الله عز وجل إليك من عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. فلما انتهى النبي من كلامه قالت أمنا عائشة فلما قضى رسول الله مقالته، يا الله، تخيل أن أمنا عائشة تسمع كلام من مين؟ من حبيبها ورسولها وزوجها، كلام يعني يقطع القلب. بقى يا رسول الله أنت يعني تظن حتى ولو بنسبة 1 في 1000 إن أنا ممكن أكون عملت حاجة؟ يعني مجرد أن أنت تسألني السؤال فدي لوحدها تهمة، هي حاسة بكده، لأن زي ما قلت لك الجرح لما يأتي من أحباب بيبقى صعب جدا. فبتقول له فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، وقف الدموع، خلاص مش قادر أبكي بقى خلاص، حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنت اللي مربيني وعارف أخلاقي، قول للنبي عليه السلام أنا أخلاقي إيه؟ فقال والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجهت إلى أمها وقالت يا أماه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أمنا عائشة، حست في اللحظة ديت، يعني الواحد لما بيقعد يبص للموقف ده حست إن هي وحيدة في الدنيا خلاص، لا أم قادرة تدافع عنها ولا أب قادر يدافع عنها، والنبي عليه السلام حبيبها ورسولها وزوجها بيقول لها أنا حاسس يعني إن الناس بتقول كذا، فأنت لو كنت بريئة ربنا هيبرئك، لو كنت ألممت بذنب قولي لي. فهي مش عارفة تقول إيه. فقالت أمنا عائشة فقلت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وإني قد علمت أن هذا الحديث قد استقر في نفوسكم، خلاص من كتر الكلام اللي اتقال شهر كامل خلاص الكلام ثبت في قلوبكم خلاص، فلو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة ما فعلته لا تصدقني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف. مين أبو يوسف؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا الله، الله يا إخوة الكلام يقطع القلب. يا الله، من عائشة تسمع الكلام ده من حبيبها صلى الله عليه وسلم مش عارفة تعمل إيه. طب ده أنا لو قلت لكم إن أنا بريئة محدش مصدقني، رغم إن أنا بريئة وربنا عارف إن أنا بريئة، ولو قلت لكم أنا عملت كده فعلا وأنا ما عملتش يمكن تصدقوني. فأنا مش لاقية كلام غير كقول أبي يوسف. نسيت اسم سيدنا يعقوب من كتر الحزن الذي نزل بقلبها، فقالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تعمل من عائشة في الموقف ده؟ قالت فتحولت فاضطجعت على فراش، خلاص مش قادرة تعمل حاجة. تعمل إيه؟ هتقول إيه؟ كلام خلص والدموع خلصت، دموع خلصت والكلام خلص، مش قادرة تعمل حاجة. قالت فنمت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة. ثقتي في الله عظيمة جدا، دي اللي عايزينه، ده الدرس اللي احنا محتاجينه، إن يكون فيه ثقة بالله، صبر ورضا بقضاء الله عز وجل، وعايزين يبقى فيه ثقة في الله. والله يا رب أنا مظلوم أو أنا مظلومة، وأنا ثقتي فيك يا رب إنك هتبرأني وهتظهر براءتي في أسرع وقت. إزاي أنا معرفش، لكن البراءة هتظهر ولو بعد 100 سنة، المهم إنها لازم تظهر. قالت وعلمت أن الله مبرئي ببراءتي، ولكني ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فلشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى إلى يوم القيامة، ولكني كل ما أتمناه كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله عز وجل فيها. بس كل اللي أنا كنت عايزاه إن النبي عليه السلام بس يشوف رؤيا، الرؤيا دي كل اللي فيها إن أنا بريئة، مش عايز أكتر من كده. إنما ينزل القرآن أنا شأني في نفسي كان أحقر من ذلك. وهي ساعات أو لحظات معدودة، أشد ساعة في ساعات الليل سوادا
هي أقرب لحظة من ضوء الفجر. ومن المحن تأتي المنح بفضل الله عز وجل. تقول لهم من عائشة إيه؟ فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. في اللحظة دي شوف الثقة في الله قد إيه. قالت خلاص أنا عارفة أن براءتي هتنزل، بس إزاي ما أعرفش. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يضحك أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فلقد أنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. يا الله يا الله، يا للفرج، يا للفرج. نسأل الله أن يفرجها على أمة الحبيب محمد. لحظة صعبة جدا ولحظة عجيبة جدا. شوف في عز المحن دي كلها، في عز الآلام التي فعلا تمزق الأكباد، يوم ربك عز وجل يرسل الفرج من فوق 7 سماوات. قال أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. فقالت أم عائشة قومي يا عائشة، قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم عائشة لا والله لا أقوم ولا أحمد رسول الله، ولكن أقوم وأحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق 7 سماوات. ونزل قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه يا مسلمين يا مؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ولا بإخوانهم بأنفسهم خيرا فأنزل الله عز وجل إخوانك بمنزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والآية دي بالذات نزلت في مين؟ في أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما. فلما حصلت حادثة الإفك دي ولسه ما نزلتش البراءة، في يوم من الأيام جلسة أم أيوب مع أبي أيوب فبتقول له إيه؟ بتقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت فعلت بأمنا عائشة ما يقوله الناس؟ قال لا والله. قالت فصفوان بن المعطل أفضل وخير عند الله منك. راح أبو أيوب قال لها إيه؟ وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان أمنا عائشة أكنت تفعلين ما رموها به؟ قالت له أبدا لا يمكن. قال فعائشة خير وأحب وأفضل عند الله منك يا أم أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيها عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عمالين تنشروا الكلام ده بين الناس وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس اللي عمالة تغتاب المسلمين وتمشي بينهم بالنميمة وتقذف المحصنات عياذا بالله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قالت أمنا عائشة فلما أنزل الله عز وجل براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح الذي خاض في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان ينفق على مصطح لقرابته وفقره، فقال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا ووالله لن أقطع النفقة على مصطح بعد اليوم أبدا. يا ريت كل إنسان زعلان من إخوانه يا ريت يسامح ويا ريت يعفو عشان يفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا. ويا ريت اللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يعفو عن إخوانه وعن أقاربه. وكذلك نفس الكلام نقوله لكل أخت إنها تعفو عن أخواتها وعن أقاربها. ولذلك شوف لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة في يوم من الأيام سيدنا عمر جاء بنصف ماله، سيدنا أبو بكر جاء بكل ماله، فلان كان بيأتي بعنقود من العنب، حتى جاء صحابي جليل لم يملك من الدنيا درهما ولا دينارا فقال اللهم إني لا أمتلك من الدنيا درهما ولا دينارا فاللهم إني تصدقت على كل من شتمني وآذاني
فعفوت عنه وسامحته، وأنت أولى بالعفو والمسامحة. يا ريت نسامح كل الناس، والله وأنا أولكم. كل من خاض فيا وكل من تكلم فيا أنا سامحت وسامحت كل إنسان على وجه الأرض أيا كان. والله يا ريت كلنا نسامح بعض. الدنيا مش هناخد منها حاجة، الدنيا ما تستاهلش ان احنا نشيل من بعض ونعادي بعض ونحمل الغل في قلوبنا البعض. ده احنا مسلمين، إنما المؤمنون إخوة وإنما للحصر والقصر، فلا تجد أخوة بغير إيمان إلا وتعلم أنها تبادل مصالح، ولا تجد إيمانا بغير أخوة إلا وتعلم أنه إيمان ناقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت أمنا عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري. لما سألها قال لها: ما تقولين في عائشة؟ فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. تقول أمنا عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع. أما أختها حمنة رضي الله عنها وارضاها فكانت تتكلم في أمنا عائشة فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، كما كنا الحديث رواه البخاري ومسلم. نخرج من القصة دي بثلاث حاجات صغيرين جدا حتى لا نطيل على حضراتكم. أول حاجة: إياكم إن حد فينا يخوض في أعراض المسلمين. ماذا قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. قال أهل العلم: فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تاني حاجة: حسن الظن بالمؤمنين زي ما حصل بين أم أيوب وأبي أيوب رضي الله عنهما. ثالث حاجة: يا ريت نسامح بعض عشان ربنا يغفر لنا في هذه الليلة، محتاجين إن احنا ربنا يغفر لنا. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.